عادة ما ينام الناس بطريقة طبيعية، ولكن البعض ينامون وأفواههم مفتوحة. فهل تساءلت يوما عن السبب الذي يكمن وراء هذه العادة وما هي أضرارها الصحية؟ تعود ظاهرة فتح الفم أثناء النوم لأسباب عدة، والأكثر شيوعا هي وجود اللحمية في الأنف منذ الطفولة، والتي تستمر حتى عمر متقدم من دون إزالتها، ما يعيق عملية التنفس أثناء النوم، فيفتح الإنسان فمه لا إراديا لأن الجسم يحاول التعويض عن ذلك الهواء من خلال التنفس عن طريق الفم لتجنب الاختناق. هذه العادة تسبب مشاكل كبيرة قد لا تنتبه لها، فقد أشارت الدراسات إلى أن من ينامون وأفواههم مفتوحة يتعرضون لجفاف الفم الذي يسبب تكاثر البكتيريا، فاللعاب مسؤول عن تنظيف الفم، وعندما يتعرض الشخص لجفاف الفم تتكاثر البكتيريا في فمه، وهذا يسبب بدوره تسوس الأسنان. إضافة إلى ذلك تسبب هذه العادة رائحة الفم الكريهة بسبب جفاف الفم وتكاثر البكتيريا بشكل كبير. أما المشكلة الأهم فهي أن النوم بهذه الطريقة يسبب الشعور بالتعب والإرهاق، وذلك لأن الجسم لا يتلقى كمية مناسبة من الأكسجين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.